جوارديولا لعب مباراة كبيرة وصعبة قدام نابولي، صحيح اتسهلت بالطرد، لكن ما زال كان في احتكاكات وكانت مباراة مش سهلة ابدا. وشفنا دوكو وهو بيحط الهدف العالمي، عشان بس لما اتكلم واقول ده لعيب ما يقعدش الناس تاخد بالها من الخفة. وحتى في ماتش الديربي هو اهدى كورتين كان منهم الشفا، وخلص بيهم ماتش اليونايتد بعد ما كان اليونايتد ماسك كرة اكتر وكان شكله افضل. فدوكو لعيب مهاري وبيقدر ان هو يصنع فرص وبيربط مع هالاند، بيكون حاجة ممتازة. سافينيو متاح، لكن هو ممكن برضه زي ما احنا شايفين يلعب بفودن. اتصاب اوديجارد لقينا ايسي، اتصاب ساكا لقينا مدوكي. وجود ايسي ناحيه الشمال انا شايف ان هو قتل لموهبه النجم الانجليزي، تضييع مجهود لخبرات كبيره. راجل بيلعب دايما شادو سترايكر ممتاز ومحترم، اما برميه على الطرف مش مكانه، والحته دي ما تبقاش حلوه بالنسبه له ان هو يبقى مخنوق جنب الخط. ايزي بيحب ان هو يكون جاي بوشه، انت بتحطه قدام وده بيقلل شويه من قدراته. انا اعتقد المباراه دي انت لو لعبت مارتينيلي قدام السيتي واستغليت نونيش وريكو لويس واورايري والناس دي وحطيت لهم مارتينيلي هيعذبهم. سوبي ميندي معاه ديكلان رايس النجم الانيق في نص الملعب الدفاعي. ما زال الميجا مايند عنده نقاط ضعف واضحه في دفاعه. عوده جفارديول كانت مهمه جدا. اصابه ايات نوري النجم الجزائري الجميل الحريف يعني كانت مش في ميعادها بالنسبه للبيب جوارديولا. حته خوسانوف اللي بيلعب باك رايت ادت يعني شكل مختلف ومزايا جديده للعيب الاوزبكي. في نص الملعب نيكو كونزاليس مازال بيفضل عليه النجم تيجاني، وعوده رودري للمباريات هيركب لان هو مقتنع جدا بامكانيات رودري ومعاه تيجاني، لان هو الراجل متنوع شويه عن نيكو كونزاليس اللي بيلعب 6 صريح. قدامهم هيكون برناردو سيلفا مهم جدا الاستلام وانه يفرق في التحركات بتاعته والكورسات اللي بيعملها مع فودن. هالاند هيكون مرتاح قدامه ويستنى الكور الجميله اللي بيعملها له دوكو او اي ثرو باص. لكن من ناحيه ارتيتا ازاي هيقدر يجهز ساليبا ان هو يلعب المباراه دي؟ موسكيرا كان بيلعب، ساليبا رجع من الاصابه، موسكيرا ادى مباريات كويسه جدا جدا جنب ماجالايش، لكن الماتش ده محتاج خبره وحد يكون لاعب مع هالاند. هالاند لعيب من نص فرصه هيحرز هدف ويحط برده كالافيوري عشان حته الدفاع الافضل من لويس سكيلي. فطبعا بالنسبه لارتيتا اعتقد ان هو هيحب ان هو يقفل. تمبر بيقدم اداء ممتاز، هو الاختلاف الوحيد اللي احنا بنفكر فيه انه يحط مارتينيلي ويدخل ايسي ويكون الناحيه الثانيه مادوكي، وجوي كريش هيستنى كور مادوكي اللي بيعملها الجميله. لو ربطوا مع بعض هيكون كويس جدا لحد عوده النجم الكبير العجيب بوكايو ساكا. وتقول لي رايك كمان في الكومنتات، وبحيي الجمهور الجزائري. اشوفكم على خير معايا بريمير ليج غير محمد القاضي. سلام.